ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل القشطوطة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، هنعمل بسعر بس طبق واحد من القشطوطة 6 أنواع. شايفين ما شاء الله، وحجمها أكبر من اللي بنشتريها مرتين. شايفين ما شاء الله شكل القشطوطة، شايفين ما شاء الله شكل الكريمة وشكل الطبقة بتاعة القشطوطة. ما شاء الله، عندنا أول حاجة نص كيلو من دقيق الاسبونش يكون فانيليا، وعندنا 5 بيضات عليهم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوب من الماء الساقع. هنضربهم مع بعض لحد مدة 10 دقايق. وبعد ما تضاعف معايا كده حجم الاسبونش ويكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده، طبعا انا مشغله الفرن بتاعي على حرارة 180. بدخل الصينية بتاعتي في الرف اللي في النص، بتقعد حوالي من 30 دقيقة ل 35 دقيقة. بساوي كده الاسبونش بتاعي كويس في قلب الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ببدأ اللي انا اخبط الصينية بتاعتي كده خبطتين علشان ابدأ اللي انا ادخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما دخلتها الفرن وقعدت من 30 ل 35 دقيقة، ده كده شكلها. هغطيها واسيبها مش اقل من ليلة كاملة. بعد كده هبدأ احضر الكريمة، عبارة عن كوب من اللبن المثلج او الماء المثلج، وكوب من الكريم شانتيه خام، وعندنا 2 معلقة كبيرة من القشطة او 2 معلقة كبيرة من قشطة وش اللبن اللي متوفر عندك. لو مش متوفر عندك ما تحطيش. بعد ما ضربنا الكريمة وبقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا ضفنا ليها معلقة كبيرة من السكر. ضربنا السكر واللبن مع بعض، وبعد كده ضربنا الكريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكريمة بقلبها مش بتتحرك معايا. بعد كده هبدأ اجيب الاسبونج واشيل كده الطبقة اللي على الوش دي، بتشال معايا بكل سهولة. وهبدأ اقلبها كده، وابدأ اللي انا اشيل الطرف بتاعها زي ما انتوا شايفين كده من الجناب، واشيل القاعدة بتاعتها من تحت كده علشان تكون معايا طعمها حلو وزي الجاهزة بالظبط. بعد كده هبدأ اللي انا اجيب مسطرة او سكينة او معلقة اللي متوفر عندك، وتبدأي اللي انت تقسميها نصين كده. وبعد كده هبدأ اللي انا اقسمها كده النص الواحد ل3 اجزاء. زي ما انتوا شايفين كده عملت 6 قطع من القشطوطة، وحجم كبير جدا. شايفين ما شاء الله القطعة كبيرة جدا. هبدأ بعد كده أجيب 4 كوب من الحليب زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أحط عليه معلقة كبيرة من القشطة ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة أو الحليب البودرة. هقلبهم مع بعض، وهبدأ بعد كده أسقي بيها القشطوطة بتاعتي علشان تكون معايا زي ما بنشتريها بالظبط. بعد كده هجيب الكريمة بتاعتي وهبدأ أساوي كويس كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بعد كده بقى اللي انا اقطع قطعة من القشطوطة علشان ابدأ اللي انا احددها، وابدأ اساوي القطعة كويس جدا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل حجم القشطوطة، والطبق ده حجمه كبير، ما هواش زي طبق القشطوطة اللي بنشتريه. شايفين ما شاء الله، وده طبق كده فبر كبير، اكبر مقاس في الفبر. انا حطيت فيه قطعة القشطوطة لانها حجمها كبير جدا. بدأت كده اجيب كيس حلواني واعمل كده بالكريمة تمويج كده زي ما انتوا شايفين بالكريمة، وبدأت افنش اول واحدة كده بقطع من الموز، وبدأت احط عليها جيلي كراميل كده من على الوش. وتاني قطعة بدأت اللي انا فنشها بقطع من المانجا كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها برضو جيلي من الكراميل. طبعا عملت كل القشطوطة كده تمويج بالكريمة، وبدأت اللي انا زين القطعة دي كده بنتيلا، وحطيت عليها قطع من البندق كده. والقطعة التانية دي عملتها كده ببندق مجروش، والقطعة دي عملتها كده بصوص الكراميل، وحطيت عليها كام قطعة كده من عين الجمل. والقطعة الأخيرة دي برضو عملتها
من غير تموج كريمة كده، وحطيت عليها صوص كراميل مع خطوط كده من النوتيلا، وبدأت افنشها كده ببندق مجروش على عين جمل. شايفين ما شاء الله، بدأت احط كده كريز على اللي ببندق. شايفين ما شاء الله قطعة القشطوطة ما شاء الله طعمها حلو قوي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني وتدعموني.